انتي لو ما حطيتيش سان سكرين حرفيا الشمس هتعمل منك في حمايه. هلو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايه لكم وانا شغفي تحت الصفر، بجد جايه لكم وانا شغفي تحت الصفر بسبب الامتحانات. جدعان بجد الواحد تعب، حاسه ان انا عايزه اخد اجازه بقى. يعني انا الواحد مع اني بصراحه انا ما بذاكرش، هو انا بذاكر ليله الامتحان بس، اللي هو فكره ان انا عندي امتحان انا عايزه اتخرج. جدعان بجد انا عايزه اتخرج. يعني ينفع اتخرج مع الناس اللي هي بتتخرج دي؟ بجد هموت واتخرج، بجد زهقت. مع ان الناس بقى تقعد تقول لي انتي احلى فتره في حياتك كده فتره الجامعه. لا يا جدعان، انا عايزه اخرج. انا عايزه اخرج. انا فعلا عايزه اخرج، انا عايزه اتخرج واخرج فعلا. المهم، الفيديو بقى بتاع النهارده هنتكلم فيه عن كل انواع السان سكرين اللي انا جربتها. وهنتكلم عن كل حاجه في السان سكرين. والفيديو ده مطلوب مني بقاله كتير قوي، بجد بقاله كتير قوي. بس يعني جمعت لكم 5 انواع، ودول بصراحه اللي انا جربتهم. حاسه ان انا مش عارفه اتكلم بسبب الحر بجد يا جدعان. بقى بصوا، انا عايزه لايكات وتشجيع. بصوا طبلوا لي كده، طبلوا لاختكم ساندي عشان بجد انا هسيح هنا بجد. المهم، زي ما بقول لكم، هم 5 انواع هنتكلم عنهم بالتفصيل ومن غير رغي كتير. خلينا نبدا الفيديو عشان بس ما اطولش عليكم. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشجعوني عشان بجد انا بسيح هنا، وتعملوا لي كومنت حلو، وكمان تشاركوا القناه لاصحابكم علشان نكبر في اقرب وقت يا جدعان بجد. واول ما نوصل الرقم انا هقول لكم بجد. واخيرا احنا وصلنا الرقم كذا. بس بجد لو عملتوها بجد انا بحبكم، هكون بجد مبسوطه وهحبكم اكتر ما انا بحبكم. اول نوع ومشهور قوي ورخيص جدا ويعتبر ارخص واحد فيهم، 35 40 حاجه 45. بص هو في الرينج ده، بيلعب في الرينج ده، وهو السان سكرين بتاع ماي واي اللي هو ده كده شكله اهو يا جدعان. ده بصوا. انا عايزه اسال سؤال، هو السان سكرين ده معمول تحت السلم؟ طيب يعني، طب يعني فكنا من اي حاجه، احنا نفك مثلا من الباكج والحوار دي عادي. الباكج كلها بتبقى شبه بعضيها، مكتوب عليه سان سكرين. ده كريم وفي اس بي اف 50، واللي هو بيحمي من الشمس ومن اليو في اي واليو في بي. انا مش شايفه منه اي حاجه، بامانه مش شايفه منه، لا بيحمي مش بيعمل اي حاجه. بصوا مقرف. وعايزه بقى اوريكم كده من جوه هو عامل ازاي. بصوا بصوا يا جدعان بجد، هو ايه ده؟ وناشف. يعني الفكره ان هو نشف. انتوا ده نشف. انتوا متخيلين ان هو نشف جوه، مش راضي ينزل. انتوا طيب يا جدعان بصوا بجد مقرف. البشره مش بتتسربه بسرعه، بيدهنن وبيزيت قوي. يعني انت لو بشرتك دهنيه عامه، اي بشره ما تجيبوش ده بجد، ما بنصحش بيه لاي حد. بيدهن البشره بطريقه مش بيزيتها قوي، كانك جبتي شويه زيت وغطستي وشك فيهم. بجد مقرف مقرف مقرف. فما بنصحش بيه اي حد. خساره، ممكن تحطي على الفلوس بتاعته فلوس تاني ونجيب سان سكرين عدله شويه. وكمان بيسيب طبقه بيضه وبيفرول، بيعمل كده فروله غريبه ما عجبتنيش. تاني واحد ده السبراي بتاع ايفون. ده فين؟ هو للدرجه دي من كتر الاستعمال والبهدله. آه العلامه هنا اللي هو اتمسح تمام. المهم ده شكله اهو كده، هو لونه اصفر تمام. ده بتاع ايفون، حجمه 100 مللي. المفروض ان هو بيحمي من الشمس وكل حاجه. هو سبراي. المفروض السبراي بيبقى خفيف. ومش عارفه ايه الكلاب اللي تحت في الشارع دي، بس استنوا اروح اقفل الشباك واجي. كنت بقول لكم ان المفروض السبراي بيبقى قوامه خفيف، او في سبراي بيطلع كده زي القوام الكريمي كده شويه، بيطلع زيت بطريقه مش طبيعيه بجد مقرف. دفعت فيه فلوس على الفاضي. مش عارفه كان ب 200 وشويه، ولا مش عارفه كان بكام. كان ما يستاهلش. زيت لي وشي قوي قوي بجد. يعني انا كنت بنزل وشي مزيت. نيجي اللي بعد كده، وهو السان سكرين بتاع بايو ديرما اهو. ده كده شكله. طبعا الاصلي وسعره ب 200 وشويه، او ب 200. ب 200. اخر مره كنت جايباه ب 200 وشويه، كان داخل على 300. عايزه اوريكم بقى شكله من جوه والقوام بتاعه عامل ازاي. بصوا اول حاجه اهو. بصوا بقعد ادعك حبه حلوين لحد ما البشره تتشربه اها. بس بصراحه يعني مش بياخد وقت. بس بصوا استنى، ادي كده البشره اتشربته. بصوا الفرق، تحسوا ان هو عامل طبقه بيضه. فاهمين؟ يعني انتوا شايفين الفرق ما بين ايد دي والايد دي؟ شايفين ايد دي فتحت اهي. بصوا باين اهو. ايد دي تحسي غامقه شويه ودي فاتحه. غير كده لو عملنا كده ماشي على بشرتنا، بصوا
عايزه اوريكم بقى اللي بجد اللي بيعمله. عشان في فروله، في هنا كده فروله، ما عجبنيش، ما مشيش معايا نهائي. ده بالنسبه لي يعني ده رايي الشخصي. في ناس كتير قوي استخدمت بايدورما وقالت عليه ان هو حلو، لكن انا بالنسبه لي لا، بالنسبه لي لا، انا مش هجيبه تاني وما عجبنيش. وكمان حجمه 100 مللي، فانا بصراحه ما عجبنيش خالص. هو بص، شايفين في فروله على ايديا؟ شايفين؟ بصوا في حتت بيضه كده، دي الفروله اللي هو بيعملها. فانا بجد من الحاجات اللي هي ما عجبتنيش خالص، وبصراحه مش هجيبه تاني خالص. اللي بعد كده وهو السان سكرين بتاع انفينيتي، وبصراحه ده تحفه. الجل منه خطير للبشره المختلطه والدهنيه، والكريم للبشره العاديه والجافه، وكمان اللوشن منه بقى ده اللي معايا للجسم. ده بقى بجد يا جدعان اللي خطير. اول حاجه استنوا نجرب. يا اختي حطيت كتير، بس ما علينا، هو اصلا سايح قوي بسبب الحر. بصوا بقى، بصوا، استنى. برضو بقعد يعني، دي اسوأ حاجة فيه، ان انا بقعد اعمل كده كتير لحد ما البشرة تتشربه. ده كده البشرة اتشربته، سايب لمعة كده بسيطة. بس بصراحة هو تحفة، بس هو مش الواو بالنسبة لي. انا بصراحة اللوشن ده ما خدتش بالي ان هو اللوشن، انا كنت فاكراه ان هو الجل للبشرة، وفي الاخر اكتشفت ان هو اللوشن، فبقيت استخدمه لجسمي. اخر حاجة واخر واحد معايا هو بوبي جل. ده بقى اللي بالنسبة لي التوب. ده مخلصة منه قد 7-8 علب. بجد هو تحفة، حجمه 60 جرام، انتي شاين للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية. الكريم منه للبشرة العادية والبشرة الجافة، وفي منه التنتد لكل انواع البشره. فبالنسبه لي ده التوب، بجد تحفه، و10/10 في الحمايه. مش بيدهن خالص البشره، مش بيعمل فروله، مش بيسيب وايت كاست او اللي هي الطبقه البيضاء، مش بيعمل تلزيق او فروله. خطير بالنسبه لي، ده التوب، ومستحيل اغيره، لان انا بجد مرتاحه عليه بطريقه مش طبيعيه، وبستخدمه لبشرتي وجسمي بص بستخدمه كل حاجه. بصوا بقى يا جدعان، الناس اللي بتشتكي من التصبغات، والناس اللي بتشتكي من الحبوب اللي تحت الجلد، والحبوب الكبيره، والحبوب كل انواع الحبوب، الناس اللي بتشتكي من بقى العلامات اللي هي التجاعيد، بيحمي من الشمس. اول حاجه، الشمس بتخترق بشرتنا قوي قوي. اليو في بي واليو في اي دول الاشعتين دول بالذات بيخترقوا البشره قوي، فبيخلي لو انت ما استخدمتيش سان سكرين ممكن ما تشوفيش النتيجه في يوم او يومين او على حتى سنه. ممكن على المدى البعيد تلاقي بقى وشك طلع له تصبغات، الحتت دي كده كلها تبقى لونها اسود، بتقلب بسواد، بيطلع لك حبوب، التجاعيد اللي تحت العين، التجاعيد اللي هنا، كل حاجه بتبدا تظهر. هتلاقي كده بشرتك ما بقتش الطف حاجه. فبنصح لكل واحده ولكل ام تهتم بالموضوع ده، وتهتم بالسان سكرين. بجد يا جماعه، الناس اللي بتخرج مثلا ربما بيبقوا لابسين نص، او في المصايف عامه لازم تحطي سان سكرين. وده كده كل حاجه تخص السان سكرين. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واتمنى الاقي تشجيع منكم بقى، عشان بجد في الحر اللي انا فيه ده. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.